الشعور يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا وعصمنا مالك نصيام عشان نسمع خبر حلو كده بعدين. جانا خبرك يا ادم، كنا مستنيين خبرك انت فوت يا ادم. جالنا خبرك انت يا ادم. حسبي الله ونعم الوكيل. العزي عند ربنا مش تمشي على حد يا بيه. هتجيب لنا حاجه يا بيه. على طريقة أفلام الرعب، بس الواقع هنا أبشع. جريمة حصلت في قلب بيت وقدام الكاميرات، والضحية طفل عنده 12 سنة اسمه أدهم. النهاردة أدهم مات، بس مين قتله وليه وإزاي؟ دي مش قضية ضرب وخلاص، دي قصة مرعبة ووراها أسرار ما ظهرتش لحد دلوقتي. في زمن البلطجي بقى فيه نجم والموت ورمز الرجولة، في زمن الطفل مش بيرجع من المدرسة بقى بيرجع في تابوت. أدهم طفل عنده 12 سنة، كان كل حلمه إن هو يروح المدرسة وبعدها يرجع يلعب مع أصحابه، بس المرة دي أدهم راح ومرجعش. ليه؟ علشان 3 عيال قرروا يلعبوا دور الجزار، والكارثة إنهم ما كانوش لوحديهم في بلطيم، وتحديدا محافظة كفر الشيخ. 3 أطفال في الإعدادية قرروا يعملوا حاجة محدش يقدر يتخيلها زي ما هو واضح قدامك. الكاميرات في اللحظة دي موثقة ان في 3 اطفال واخدين الطفل ادهم وهو باين عليه الرعب والخوف، والكاميرا صورت لحظة دخوله لبيت واحد منهم، وكان باين على وش ادهم الرعب والخوف. كان حاسس ان في حاجة مش طبيعية، بس ما كانش يعرف ان ده اخر طريقه. وهنا الجريمة بدأت جوه البيت، اعتداء وحشي، ضرب وتعذيب وسحل على مدار وقت مرعب، والكاميرات رصدت تفاصيل الخروج من غير صوت، لان ادهم وقتها ما كانش قادر يصرخ. الدم مالي الارض والسكون بيخبي صرخه ما وصلتش لحد. وزي ما انت شايف في الفيديو ان الطفل زياد بدأ يسحب الطفل ادهم ويسحله المسافه 150 متر لحد ما رماه جنب عربيه، علشان بعدها ادهم يدخل المستشفى وهو بين الحياه والموت، علشان نتفاجأ ان عنده كسر في الجمجمه ونزيف داخلي وتهتك في انسجه الجسد. امه منهاره والناس كلها بتسال ايه اللي حصل، وهل فعلا في طلق ناري ولا في حد بيغطي على جريمه اكبر. البلاغ الاول بيقول ان ادهم وقع من على السلم، وبعدين اتغيرت الرؤيه واتقال ان هو اتعرض لسحل وضرب، وناس كانت بتقول ان كان في صوت مسدس، وكان في ست ظهرت في الكاميرا اثناء الجريمه. ليه ما اتدخلتش وليه بتهرب؟ ادهم كان شاهد على ايه؟ ليه كان لازم يسكت؟ هل شاف حاجه؟ سمع حاجه؟ هل في حد اكبر من الاطفال اللي ظهروا في الفيديو متورط في الجريمه؟ النهارده ادهم مات بعد ايام من الالم، مات وحقه لسه مرجعش. الاطفال اللي كانت بتلعب اتحولت لضحيه جريمه بشعه، وامه لسه مش مستوعبة، وابوه بيتمنى لو الزمن يرجع وينقذ ابنه. ربنا يرحم ادهم ويصبر اهله، وكمان حق ادهم مش هيضيع. سلام.